وزارة فونداسيون وزارتي الصحة والتعليم وبالتنسيق مع جمعية فركلة للتنمية العمل النسوي نظم نشاط اجتماعي مهم لفائدة التلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية الابتدائية التابعة لجماعات ترابية فركلة العليا. وقد استند من هذه العملية مجموعه 1176 طفل في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية بعد القيام بالفحص الأول داخل الأقسام قام به كل من رؤساء المؤسسات ورئيس الجمعية وممثل الصحة محليا، نتج عنه ما مجموعه 203 طفل. لتأتي المرحلة الثالثة والنهاية التي نحن في صدد تغطيتها، وسنوافيكم بتفاصيل هذه المرحلة لاحقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عرمي مريم، عضوة جمعية فركلة لتنمية العمل النسوي فركلة العليا. تزوري تتقدم الشكر خطر إيت سيس من الجمعية وتشكرتنا الخالصة لأعضاء البوابة الإلكترونية تنجد 5 على تتبعها المكتب لجميع الأنشطة التي تقام داخل الجمعية أو داخل المجال الترابي لفركلة الكبرى. سعداء اليوم أن تتواجد معنا بمقر جمعية فركلة لتنمية العمل النسوي لتغطية هذا الحدث الإنساني الاجتماعي المحض الذي يهم تلامذة المؤسسات الابتدائية بالمنطقة، أي منطقة فركلة العليا. أملنا أن تكونوا عند حسن ظن هؤلاء الأبرياء الذين هم أساس المستقبل. الرحمن الرحيم. في إطار الشراكة المبرمة بين المؤسسة مجموعة مدرسات وجمعية العمل النسوي بالنمرو وتنفيذا لبرامجها السنوية، وفي إطار تنظيم تفعيل برنامجها إلى جانب الدعم التربوي الذي قامت بهذه الجمعية في المؤسسة في الأسدس الأول، والذي حقق أهدافه، وكان حيث استطاع بعض التلاميذ المهددين بالانقطاع الاندماج وسط أقرانهم. وها هي اليوم تقوم بعملية إنسانية اجتماعية بالدرجة الأولى، حيث نظمت حملة لتصحيح البصر لتلاميذ المؤسسة وتوزيع النظارات بالمجان. باسم الطاقم المشارك في هذه الحملة الطبية، أشكر فعالية المجتمع المدني الساهرة على إنجاح هذه التظاهرة. هذه الحملة إن شاء الله معتقدين فيها أننا نفحص 1176 طفل. غادي يكون من بين المستفيدين غادي يدخل واحد العدد 203 مستفيدين. بضوعك أنا جد سعيد في المشاركة في هذه الحملة، سيرتو أنا تزوجت في واحد المنطقة اللي صعيب عليهم أنهم يوصلوا لمستشفيات إقليمية أو جهوية، يعني بالتالي أنهم تتوفر لهم حماية فحوصات ديال العيون. جد سعيد كذلك لأن المستفيد هو الطفل الصغير المتميز. يعني أنا ديما تنقول أنا بالنسبة إذا كان عندي متميز صغير نضاع سليم، يعني غادي تكون عنده مستوى عالي في الدراسة. عمل نسوي، وكنشكر مؤسسة عبد الرحمن الداخل على هذا العمل اللي دارت لنا الفحص، وكنشكرها بزاف. وإن شاء الله تكون مجموعات أخرى مؤسسات أخرى تبقى دير هذا العمل الخيري. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر أيضا الجمعية للعمل النسوي، كنشكر على المدرسة العادية نسبة أنا تصحيح بصرنا السر ديال الضغط السر ديال الضغط. إن شاء الله ندير مدرسة امتدادية. عرضت الحال.